الاهلي والبنك الاهلي، الحنفي والبنا، او البنا والحنفي، او البنا واللي بيناوله. حد فاهم حاجه؟ يعني النادي الاهلي عمل مباراه امام البنك الاهلي، والبنك الاهلي ما كانش وحش، البنك الاهلي كان عظيم جدا امام النادي الاهلي. حال اي نادي مصري بيلعب امام النادي الاهلي او الزمالك، اي نادي بيلعب امام النادي الاهلي بطل افريقيا بيكون مستعد استعداد كامل، اللاعب بيكون غير اي مباراه بيلعبها تاني في الدوري. ما علينا، المباراه كانت ماشيه سلسه وحلوه. الاهلي يتقدم، البنك الاهلي يتعادل، الاهلي يتقدم، البنك الاهلي يتعادل، الاهلي يتقدم، البنك الاهلي يقف، الاهلي تيجي له ضربه جزاء. هنا بقى دور البنا واللي بيناوله. يجي البنا يوقف عشان خاطر نشوفها ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، مع انها واضحه وضوح الشمس. يقف واللعيبه تكلمه، وبيتكلم في البتاع اللي في ودنه دي، البتاع اللي في ودنه دي، عشان خاطر الحنفي يرد عليه يقول له راجعتها ولا ما راجعتهاش. طق يا عم، هم كانوا بيتكلموا في حاجه ثانيه، ما كانوش بيتكلموا في ضربه الجزاء، كانوا بيتكلموا يا عم النادي الاهلي النهارده 3-2، البنك مش هيرجع، ما نجيبش لنفسنا وجع الدماغ، ما نحسبهاش، لا سيبها ماشيه كده خلاص، البنك مش هيتعادل، ما نعملناش. طق البنا يقول لك خلاص، اللي بيناولني الحنفي اللي بيناولني قال لي مش ضربه جزاء، العب. طق البنك يتعادل، طق كوره كده مشيطنه كده، البنك يجيبها جول، تبقى النتيجه 4-3. مين يشيل النتيجه دي؟ مارسيل كولر هو الوحيد اللي رجوله قال لك انا اشيل النتيجه. ليه؟ ان انا لعبت ناس مش في مكانها، ريحت ناس ما كانش المفروض اريحها دلوقتي. محمد عبد المنعم المفروض ما كانش ريحه كده محمد عبد المنعم هيطلع على معسكر المنتخب الوطني. طيب انت بتلاعب كمال مكان محمد عبد المنعم، يعني غريبه شويه انك انت تلاعب كمال، عمر كمال مكان محمد عبد المنعم، لا سيرد باك صعب عليه. وان كنت انت متاكد ومطمن ليه خط الوسط والهجوم كان عندك 100، خط الوسط والهجوم كان عندك 100، بس الدفاع انت كنت مكربجهم بحاجه واحده بس، اللي هي عمر كمال، انك انت خليته سيرد باك. ما تلا خلاص النهارده ما لعبوش، وانزل بمحمد هاني واخلي رامي ربيعه ورا، وخلاص كده عمر كمال ما يلعبش اصلا. ما دام انت شايف الخط كده كويس، كان ينزل في الشوط الثاني مكانه الاساسي. مباراه الاهلي والبنك الاهلي تحس ان مين؟ ان قفشه وقف امام. طيب قفشه كان فايق وامام ما كانش ظاهر، في الحاله دي انا مارسيل كولر اعمل ايه؟ اسحب امام؟ لا ما اسحبش امام طبعا. احاول امام اخليه قدام قفشه، احاول اخليه يمين قفشه، احاول اخليه شمال قفشه، احاول اخليه قدام قفشه او ورا قفشه، لكنما ما خرجوش. قفشه فايق، انما امام عاشور كان سنده سناده كبيره جدا جدا جدا. انت لما سحبت امام عاشور من قفشه خليت قفشه عريان لخط وسط وهجوم ودفاع البنك الاهلي. النهارده انا بتكلم ان مارسيل كولر اعترف بالخطا، ودي حاجه جميله جدا انه اعترف بالخطا ده. خلينا في نادي الزمالك امام الجونه 3-2. الزمالك انا هتكلم على حاجه واحده بس، الزمالك عنده اصدار قديم خالص، السعيد اصدار قديم. السعيد او عبد الله سعيد لما كان بيلعب في الاسماعيلي كان اصدار حلو كده، والناس كده بدت تشوفه كده وتنظر اليه كده. الاصدار ده خدوا الاهلي حدثه ونجمه وعمل منه اصدار جامد، الناس كلها بقت بتبحث عنه، كل الناس بقت بتبحث عنه، كل الناس عاوزه الاصدار ده تستخدمه وتستعمله، تشوفوا ايه الاصدار ده. قادر الاصدار ده بعد البطولات اللي عملها مع النادي الاهلي، ويمكن خد بطوله مع الاسماعيلي برضك ولا حاجه، المهم عمل بطولات جامده مع النادي الاهلي لانه بيلعب في النادي الاهلي. هو كان ناسي كده، لانه هو كان اصدار اللي نجمه النادي الاهلي، هو اللي حدثه. الاصدار بقدره قادر كده يهرب من النادي الاهلي ويروح الاهرام. طبعا الاهرام طبعا زي ما احنا عارفين طبعا سياحه وفلوس و راح هناك. الاصدار انطفى خالص، الناس كلها سابته وجريت، ما حدش بقى يبص على الاصدار ما حدش بقى يستخدم الاصدار تحديث بقى بالنسبه لهم قديم خالص لما راح الاهرام.
خد له فتره كبيره في الاهرام، الاصدار اللي اسمه عبد الله السعيد ده خد له فتره كبيره في الاهرام. المهم لا في بطولات ولا في اي حاجه، هوب بدرة قادر يطلع على الزمالك. طب الزمالك والنبي، انا في الحاله دي بلوم على الزمالك ومجلس اداره الزمالك، مش بلوم على الاصدار اللي اسمه عبد الله السعيد. لا خلاص، اصدار عبد الله السعيد قديم وخلاص، والناس كلها عارفاه انه قديم. ولكن انا حاليا بلوم على مجلس اداره نادي الزمالك. ما انت عندك اصدار اسمه شيكابالا، خلاص اتهالك، محدش بيستخدمه نهائيا خالص. انت بتجيب لنفسك وجع القلب وجع الدماغ ليه؟ اصدار زي عبد الله السعيد دون انا ما اجيبوش، دون تحديث ما حدش هيستخدمه اصلا، دون تحديث هيرجعك لورا. زائد ان انت عندك ضربه كبيره جدا اعترف بها المدير الفني جوزيه جوميز، قال لك انا الاصدارات اللي عند نادي الزمالك الجديده دي او التحديثات او الصفقات الجديده لنادي الزمالك دي انا مش هستخدم منها الا غير 3 بس. وللكارثه ان في الاصدار اللي اسمه عبد الله السعيد واحد من ال3. يبقى في الحاله دي على مجلس اداره نادي الزمالك لازم يشوف له حل في جوزيه جوميز ويشوف مدير فني جديد للزمالك. لان لو ساب جوزيه جوميز على وضعه ده ومش مقتنع بال10 صفقات او الاصدارات اللي عاملها نادي الزمالك دي، تاكد ان نادي الزمالك تقول عليه يا رحمن يا رحيم. بالنهايه اتمنى من الله الفيديو ينال اعجابكم والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. رمضان الراديو اطفي الحجز العوينيه. السلام عليكم.